المختصر المفيد في تأثير العلاج الطبيعي في علاج حالات الانزلاق الغضروفي. طبعا بنتكلم على الانزلاق الغضروفي عنقي أو قطني أو غيره. للأسف مؤخرا أنا شفت فيديوهات كتير على السوشيال ميديا، وأنا النهارده الفيديو ده على فكرة هيكون طويل شوية. يعني هو فيديو أنا يعني أنا في الطبيعي ما بتكلمش عن أشخاص أو ما بحبش أتكلم عن حد بعينه، بس أنا جاي النهارده أثير بعض النقاط المهمة جدا لازم نبقى إحنا فاهمينها كلنا. للأسف إحنا في مصر، ده أنا باتكلم على واقع، على facts، على حقائق يعني. فكرة الفريق الطبي إن إحنا نكون فريق طبي متكامل، الفريق دوّة فيه دكتور عظام، فيه دكتور أعصاب، فيه دكتور علاج ألم، فيه دكتور علاج طبيعي، فيه دكتور نفسي، فيه تخصصات طبية كاملة، فيه بعد كده تأهيل وفيه حاجات زي كده. ده للأسف مش موجود، للأسف بطبيعة الحال. يعني أنا مثلًا من الناس اللي بييجي لي المريض أوقات كتير جدًا مش متشخّص، مش جاي لي من عند حد، تمام؟ فأنا في الفترة دي أو يبقى متشخّص راح دكتور عند دكتور محترم أيًا كان بقى تخصُّصه، مش هاجيب سيرة تخصُّص معيّن، وييجي لي يقول لي إيه، التحويل كده بتاع المريض جاي لي من عند الدكتور علاج طبيعي على الرقبة. طيب ما هو كده مش متشخّص، تمام؟ فبالتالي إحنا كدكاترة علاج طبيعي إحنا بندرس الdifferential diagnosis، التشخيص التفريقي، ومواد طبية كبيرة. ويمكن يعني رسالتي هنا للدكاترة الأفاضل التخصصات التانية، أنتم ما تعرفوش الناس في علاج طبيعي بتدرس إيه. كتخصصي أنا باتكلم عليه، لأ إحنا بندرس دراسة طبية. يعني عايز أقول أنا أخويا مثلًا دكتور تخدير، طبيب بشري، إحنا بنقارن المناهج مع بعض. إحنا في حاجات مثلًا ما إحنا مثلًا بندرس علم أدوية pharmacology، تمام، بس هل إحنا بنكتب أدوية كدكاترة علاج طبيعي؟ لأ. بس هل ده معناه إن أنا ما بافهمش في الأدوية؟ لأ، بافضّل إن أنا أقدر أكلمك مع أي حد في أي دوا وتمام. ليه؟ لأن أنا درست الكلام ده، تمام. طيب بندرس تشخيص تفريقي هل أنا مسؤول أو مطلوب مني أعمل حاجة اسمها medical diagnosis أو تشخيص طبي؟ الحقيقة لأ، في القانون. بس هل أنا ما أقدرش أعمل؟ لأ، الحقيقة باقدر. والحقيقة إن الواقع اللي أنا باشوفه في الكشوفات، بقى لي شغلي في الشغلانة أهو، في العيادة أكتر من 5 سنين، يقول إن أنا لو مش فاهم في التشخيص بشكل كويس، أنا مش هاعرف أعالج المريض بتاعي. طب أزيدك من الشعر بيت، هل التشخيص الطبي فقط بيفرق معانا في حاجة؟ بيفرق، بس في حاجة تانية اسمها تشخيص العلاج الطبيعي، ده بقى التشخيص الخاص بيّا. الدكتور العلاج الطبيعي ليه تشخيص خاص بيه؟ ليه تشخيصات، حاجة اسمها functional based diagnosis أو physical therapy diagnosis أو تشخيص العلاج الطبيعي. أنا مثلًا عندي حالة غضروف قطني، شايف نفس الغضروف اللي قدامك ده ما بين الفقرة الرابعة والخامسة ده، ممكن يبقى 4 عيانين مختلفين كل واحد تشخيص مختلف. ممكن واحد الغضروف دوّة عامل له أعراض تسميع في رجله، ممكن واحد دوّة عامل له شد عضلي في ضهره، ممكن عامل له قلة مرونة، ممكن يعمل أعراض كتير جدًا. فلازم نخلّي بالنا من الأعراض المختلفة دي، لأن كل حاجة بتتعالج بشكل مختلف عن الحالة التانية. فأنا النهارده جاي أتكلم على من تخصصي أنا كعلاج طبيعي في الحتة دي، إن للأسف إحنا كدكاترة، وأنا يعني كلنا منحازين لتخصصاتنا طبيعي. يعني أنا مثلًا كعلاج طبيعي، لولا إن مثلًا أخويا درس طب بشري، وإن إحنا في مواد مشتركة كتير common ما بيننا وبين الطب البشري، أنا ما كنتش هابقى عارف طبيعة حياة هذا الدكتور إيه بالضبط أو بيتعرّض لإيه، فمش هابقى فاهم أوي في شغله، تمام. طيب كام من دكاترة بشريين تخصصات بقى محترمة، عظام، أعصاب، ألم، غيره، ما يعرفش إحنا بندرس إيه في العلاج الطبيعي أو كيفية التعامل مع المرضى، إحنا بننظر للمريض إزاي. فهو من وجهة نظره العلاج الطبيعي ده كله اتني وافرد، كله شوية تقويات للعضلات، شوية استرتشات، حطه على الإلكترو. لأ يا جماعة، العلاج الطبيعي متطور أكتر من كده بكتير. فأنا هنا ردي بقى عشان بس الفيديو ما يطولش مننا أكتر من كده، على إحنا بنعمل إيه مع حالات الغضروف يا جماعة؟ إحنا كعلاج طبيعي إيه السكوب بتاعنا أو في براكتس أو نظرتنا للغضروف ده؟ إزاي بنخفف الغضروف؟ وأنا باعني كلامي، وده مش كلامي أنا كدكتور حازم، لأ ده كلام البحث العلمي كله، ان الكونزرفتيف تريتمنت او العلاج التحفظي اللي هو بيتكون من حاجتين: العلاج الدوائي اللي الدكتور المتفضل بتاع العظام او الاعصاب بيكتبه، والعلاج الطبيعي بتاعنا بيعالج الغضروف. دراسات قويه جدا وكبيره جدا على الرنين كمان. إحنا بنعمل حاجة اسمها decompression. بنحاول، الغضروف ده شيء ميكانيكي، حاجة خرجت ضغطت على العصب، حاجة خرجت عملت لي التهابات. إحنا بنبدأ عن طريق positioning أو أوضاع معينة. وزي ما قلت لكم إحنا مثلا دلوقتي في نص الكلينيك شغالين برسم العصب، يعني مش بس بنعمل أوضاع معينة haphazard كده عشوائية، لا ده إحنا بنبدأ نكتشف إيه أفضل وضع ما بيحملش على الغضروف بشكل objective، رسم عصب بنبقى متواصلين مع الاستشاري بتاع الأعصاب، ويبقى في ما بيننا تواصل عن طريق الحاجه اللي زي دي، نوري له والله يا فندم الاتش ريفلكس بتاعنا او
الضغط العصبي على الاعصاب كان قبل العلاج الطبيعي رقم، وبعد العلاج الطبيعي رقم تاني، رقم يدل على التحسن. فلازم نخلي بالنا من الموضوع دوت جدا. تمام. فيعني دي امور ثابته احنا بنعملها في العلاج الطبيعي. طب ده جزء ان احنا بنحط بوزيشننج، وزي ما قلت لكم الموضوع ده متطور جدا. في اجهزه بتعمل لي تاثير مضاد للالتهابات، زي مثلا اجهزه متطوره جدا، هاي باور ليزر، تيكر ثيرابي، اجهزه متطوره ممكن تلاقيها في بعض المراكز، ممكن تلاقيها في مراكز ثانيه لا. في علاج يدوي بنبدا نشتغل بيه على العضلات وتحريك العمود الفقري وغيره. في ناس بتحتاج موبيلايزيشن او مانيبيوليشن او الترقعه، واللي احنا الناس بتعرفها دلوقتي بالكايروبراكتيك. كل ده من ضمن شغلنا، بالاضافه بقى للاكسرسايز اللي هي تاثيرها العلاجي ثابت، ومش كل الناس بتعمل نفس التمارين، وفكره هندسه التمارين نفسه بتفرق من دكتور للتاني وهكذا. فانا هنا رسالتي الاخيره خالص ليك، للناس بتتفرج وللدكاتره الافاضل للتخصصات التانيه، يعني احنا كلنا بنكمل بعض في الاول وفي الاخر للاسف، بسبب ظروف البلد وشويه اوضاع عندنا مش كلنا بنتواصل مع بعض. ليه؟ لا انا بدعو نبقى في قعده، يعني انا بدعو والله اي دكتور من التخصصات دي تعالوا نعمل بودكاست مع بعض، نطلع كلنا مع بعضينا، دكتور عظام، دكتور اعصاب، دكتور الم، دكتور علاج طبيعي. احنا مش منافسين لبعض، احنا شغلنا بنكمل بعض، وهدفنا في الاول والاخر هو مصلحه المريض. فاعرف اكتر عن تخصصات تانية. كل واحد منحاز في تخصصه، وانا لا اعيب على احد ذلك. يعني انا طبيعي شايف الموضوع بنضاره العلاج الطبيعي، هو طبيعي شايف الموضوع بنضاره الالم، ده طبيعي شايف الموضوع من نضاره العظم، وهكذا. فده طبيعي، بس لو بنقعد مع بعضنا في الاخر في ترابيزه واحده، نشوف انت عندك ايه وانا عندي ايه، هنوصل في الاخر للحل المناسب للمريض. بس يا سيدي، كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.